أهلا بيكم في فيديو جديد. بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه جاك، واللي بيكون تاجر سلاح وفي مهمة تبادلية مع واحد اسمه مونتي، والعصابة بتوصل علشان تستلم السلاح، لكن بيكونوا اختلفوا على المبلغ. فمونتي عاوز يدفع 45 ألف دولار بس، مع إن الاتفاق كان على 150 ألف. ولما جاك رفض ضربوا مونتي بالنار، وبعدها قال لرجالته إنهم ياخدوا السلاح والفلوس علشان نمشي. لكن بعدها بيقدر جاك إنه يقوم تاني من غير ما تكون الرصاصة قتلته، فبيضربوا مونتي تاني لكن من غير فايدة، فجاك بيقدر يقوم يقف تاني. وفي اللحظة دي نادى جاك على المساعدة بتاعته، واللي بيكون اسمها لوجان، وبتقتل مونتي بالقناصة، وبيحصل تبادل لإطلاق النار، وبيقدر جاك إنه يقتلهم. وبيكون في واحد من ضمن عصابة مونتي أساسا مع جاك. وبعدها بيقوم جاك وبياخد كل الأسلحة والفلوس، وبيركب العربية مع لوجان وبيمشوا. وفي الطريق بتشوف لوجان صورة قديمة لجاك مع واحدة اسمها كارين، وبتقول له لو جينا شافت الصورة دي هتتضايق. فقال لها جاك إنه مش مهتم بكارين، وإنه بس كان معاها لمدة أسبوعين، وحاليا ما يعرفش عنها أي حاجة من 6 شهور. فبترمي لوجان الصورة في البحر، لكن بيظهر إن في حد لقاها وهو بيصطاد. وبنروح لكارين، واللي بتكون في عملية بيع أسلحة، وبيتصل بيها واحد اسمه إدوارد، وبيكون واحد من أكبر تجار الأسلحة. وبتكون كارين كانت شغالة معاه قبل كده، وبيقول لها إنه عارف هي فين وبتعمل إيه دلوقتي، وبيقول لها إنه عاوز نصيبه من العملية اللي هي بتعملها. وعرضت عليه 60% منها، لكنه رفض وكان عاوز 100%. لكن في الحقيقة هو كان عايز يخلص منها بأي طريقة، لأنه عنده عملية كبيرة تانية ومش عاوزها تعطله. لكنها طبعا رفضت تديله الحصة كلها من العملية. وبعدها بدقايق بنلاقي عربيات الشرطة في كل مكان، وإن إدوارد هو اللي بلغ عنها. وبنشوف كارين قبل ما تهرب وهي حامل، وبيقول إدوارد لرجالته إنهم يراقبوها، ولو هربت يعرفوا مكانها. وبنرجع لجاك ولوجان، واللي بتقول له إنها آخر مرة هتديله الكلب بتاعها علشان يستغلوا إنه يقرب من جينا. وبتكون جينا دكتورة بيطرية، فجاك بياخد الكلب بتاعها علشان يروح يكشف عليه. ولما بيروح لها بيكون واخد معاه ورد، وبيعزمها على العشاء في بيته وبتوافق. وفي نفس الوقت بيعرف إدوارد إنها هربت، وبيأمر رجالته إنهم يروحوا يقتلوها. وبالليل وهم مع بعض بتدخل عليهم كارين وهي حامل، وبتقول له إنها هتروح تاكل على ما يجيلها. ولما بيروح لها وبيسألها جيتي ليه، قالت له إنها حامل وإن الطفل يبقى ابنه، وإنها كمان واقعة في كذا مشكلة. وبتكون جينا متضايقة وعاوزة تروح، وقال لها إنه هيخرج يوصلها، لكن بيشوف من الشباك العصابة وهي بره، فبسرعة بيروح يجيب أسلحة. وبيقول لكارين إنها تاخد جينا ويسبقوا على القارب، وهو بيحط قنبلة ورا الباب وبيهرب وراهم. ولما العصابة بتدخل بتنفجر القنبلة، وبياخد القارب وبيهرب، لكن العصابة بياخدوا القارب التاني وبيروحوا وراهم. لكن بتفضل كارين تضرب عليهم نار لحد ما تقتل معظمهم. وهنا بيقول لها جاك إنها تسوق مكانه، وبيروح ينط على القارب التاني وبيقتل اللي سايق. لكن الأخير كان هيقتله لولا إنه حرك القارب في آخر لحظة وخلاه يقع في المية، وخد القارب ومشي. وبيرجع لجينا وبيتأسف لها، وبيقول لها إنه هيسيب معاها الكلب لأنه مش بتاعه، ولوجان هتيجي تاخده منها ومش عاوزها جنبه الفترة دي علشان ما تتورطش في حاجة، وإنه هيخلص المشاكل دي وهيرجع لها. وبيقعد مع كارين وبيقول لها إنه طول عمرها ما بتقولش الحقيقة كاملة، فيا ريت المرة دي تعرفوا عن كل حاجة علشان يعرفوا يحلوا الموضوع. فقالت إنها مديونة لإدوارد بمبلغ 8 مليون دولار، وإنه هيقتلها لو مرجعتهمش، وهي عندها عملية تانية ولو عملوها هيكسبوا منها فلوس يرجعوها لإدوارد والباقي ياخدوه ليهم. وبنروح لإدوارد، واللي بيكون مقعد واحد من رجالته اسمه روب، وبيستجوبه، وبيخلي سيمون يحط الخنجر في ايده، وبيقول له انه لازم يقول له هو قال ايه لكارين بالنسبه للشغل. فاعترف له انه قال لها على المهمه الفيدراليه الشرقيه ومهمه جزيره كايمان والعربيه المصفحه. وبنرجع لجاك ولوجان، واللي بتقول له انها مش واثقه في كارين وانها ممكن تخونهم، وكمان مش واثقه في ان الطفل ده يكون ابنه. لكن بيكون جاك عنده امل انها اتغيرت، وسالها اذا كانت هتدخل معاه العمليه ولا لا، فقالت له انهم صحاب وزي العيله وهتفضل جنبه مهما كان. وبعدها بيكونوا عاوزين سواق محترف يساعدهم في العمليه، وبيكون جاك عارف واحد اسمه اندرو، وبالفعل راحوله، لكن كان سكران وحياته بايظه وفاشل في كل حاجه بيعملها. وبتكون لوجان مش مقتنعه بيه، لكن جاك اكد لها انه احسن واحد شافه بيسوق، وخده ورا العربيه وقال له انهم عاوزين شويه تعديلات بسيطه. وبعدين راح لجينا علشان يعرف منها كل حاجه عن المهمه. وبتكون المهمه هي سرقه عربيه مصفحه فيها مجوهرات بقيمه 30 مليون دولار، وقال لها احنا ممكن نبيعهم بحوالي 20 مليون
مليون دولار. هنرجع لإدوارد ال8 مليون بتوعه، وال12 مليون هيتقسموا على 5. وسألته مين الخامس؟ قال لها واحد اسمه نيكولاس، كان زميل أندرو في الجيش، ولما راحوا يشوفوه لقوا حياته برضه بايظة، ومراته مسببه له مشاكل كتير وعاوز يهرب منها، علشان كده انضم معاهم في الفريق من غير ما يعرف أي تفاصيل حتى. وبيتجمعوا كلهم علشان يعرفوا خطة المهمة، وبيعرف كل واحد دوره والحاجات الملزوم بيها. وبيجي يوم المهمة وبيراقبوا عربية الماس، ولما بتقرب منهم بيقف نيكولاس قدامها وبتخبطه، فبتقف العربية وبيدخل وراها أندرو بالعربية، وبينزل يضرب العربية بالنار وبيكسر الإزاز. ولما بينزل السواق بيضربوه، وبعدها بيبدأوا يثبتوا العربيتين في بعض علشان ياخدوها ويهربوا. وبتقول لوجان لجاك إن في عربيات بتتجه ناحيتهم، وبتبدأ تضرب نار عليهم، وبيهربوا بالعربية وبتبدأ المطاردة وراهم. لكن جاك بيفضل يضرب عربية لحد ما بيقتلهم، ما عدا آخر عربية واللي فيها سيمون اللي بينط فوق عربيتهم وبيحط جهاز تتبع، وبعدها بيروح يحاول يقتلهم وبيقف قدام الإزاز. وقبل ما يضربهم بالنار أندرو بيدوس فرامل وبيوقعه. ولما بيوصلوا المكان تجمعهم ما بيكونوش عارفين إن في جهاز تتبع، وبياخدوا الماس ويحتفلوا بيه ويمشوا. لكن بعدها بيقول جاك للوجان إنه عاوز يرجع للعربية تاني، وبتكون كارين هناك وبتفتح شنطة كان حد مخبيها في العربية وبتاخد منها جهاز غريب. لكن لما بتيجي تخرج بتتفاجئ بإدوارد مستنيها، وبيقول لها هاتي الجهاز وأسيبك تعيشي. لكن في اللحظة دي بيدخل جاك وبيهدده بالمسدس، لكن بتكون رجالة إدوارد موجودين وبيخلوه يرمي سلاحه على الأرض. وهنا بيفاجئوا إدوارد وبيخرج سلاحه وبيضربه في بطن كارين وبيقع منه الماس. وبتكون كارين كانت بتضحك عليه وما كانتش حامل أصلا زي ما قالت لوجان قبل كده، لكن لوجان كانت بتكون مراقباهم، وبتقول لجاك في السماعة إنها ممكن تضرب عليهم وإنها مستعدة. لكنه بدأ يشاور لها بإيده وقالت له إن الهدف مش باين، لكنه خد كارين وبعد عن طريقها بسرعة وضربت عليهم لوجان نار. لكن سيمون قدر إنه ينقذ إدوارد من الموت، ونيكولاس اتصف رجله. وبعدها جت العربية اللي فيها أندرو وركبوا كلهم فيها وهربوا. لكن قبل ما لوجان تركب سيمون بيقدر يضربها بالنار في بطنها، وبيروحوا بسرعة لجينا واللي بتقدر تساعدهم لأنها عندها أوضة مجهزة بالأدوات الطبية. ولما جه يشكرها قالت له إنها مش عاوزة تعرفه تاني ويا ريت ما يتصلش بيها تاني في أي وقت. وبيروح جاك لكارين وبيسألها ليه عملت كده وايه الجهاز ده اللي ما كناش نعرف عنه حاجة، وقال لها انها لازم تتكلم لان ما بقاش فيه طفل في بطنها يحميها منه. وبتقول له ان الجهاز ده بيكون عبارة عن مفتاح خزنة كبيرة فيها ماس احمر ثمنه حوالي $500 مليون، والخزنة بتكون محمية من المخابرات المركزية وبتكون على طيارة هتمشي بكرة وانهم لازم يلحقوها. لكن جاك بيتعصب عليها وبيقول لها ان بسببك ممكن لوجان تموت وانت حتى مش مهتمة بيها وكل اللي بتفكري في الفلوس. لكنها قالت له انها فعلا كانت حامل، لكن الطفل مات، لكنه رفض انه يساعدها وقال لها روحي خدي $500 مليون لوحدك وابعدي عني. وراح للوجان وقال لها ان كان عندك حق. وفي اللحظة دي بتيجي أبصارة مرات نيكولاس علشان تشوفه بعد ما عرفت انه اتصف رجله. وبعدها بتفوق لوجان وبتكون حالتها اتحسنت، وبيلاقي ان في جهاز تتبع وتليفون بره الأوضة. ولما بياخد جاك التليفون ويتصل بآخر رقم بيرد عليه إدوارد وبيقول له ان معاه كارين وانه لازم يرجع مفتاح الخزنة لو عاوز يشوفها تاني. لكنه قال له انها ما تسويش بالنسبة له $500 مليون وما كانش عاوز ينقذها لولا ان لوجان اقنعته انها حتى لو وحشة فهو مش وحش زيها، فوافق يساعدها. وقرروا انهم هيسرقوا الخزنة من الطيارة. وبتكون أبصارة هتاخد دور لوجان بالقناصة، وبيدخل نيكولاس بعربية آيس كريم وبيقتحم بيها المكان، وبتضرب أبصارة النار بالقناصة علشان تشتتهم عن جاك اللي هيروح عند الخزنة، وبيركب الأجهزة اللي هيفتح بيها الخزنة. لكن في اللحظة الأخيرة بيظهر سيمون وبيهدده بالمسدس، وفي نفس الوقت بيجي واحد بالعربية وبيفضل يضرب عليهم نار. فبيخرج جاك من الطيارة وبينضرب بالنار وبيقع على الأرض. فسيمون بينتهز الفرصة وبيقفل باب الطيارة وبياخدها ويهرب. لكن بنعرف ان جاك كان بيمثل وانه كان عاوزه اساسا ياخد الطيارة ويمشي. وهو راجع بالعربية بيتصل بيه ادوارد وبيقول له انت ما طلعتش شاطر زي ما كارين كانت بتقول، وانه حاليا هيبعت رجالته تقتله لانه ما بقاش ليه قيمة. لكن جاك قال له انه معاه المجوهرات. ولما ضحك ادوارد وقال له انها في الطيارة مع سيمون، في نفس اللحظة بيكون واحد من رجالة جاك مستني الطيارة تعدي علشان يفجر كل المتفجرات اللي حطها جاك، وبيقع الصندوق من الطيارة في البحر جنب المركب بتاعهم.
معاهم، وبيقول له جاك إن هو اللي هيحدد المكان والوقت اللي هيتقابلوا فيه، وبيضطر إدوارد يوافق بعد ما بيتصدم من اللي عمله. وبيجي وقت المقابلة وبيروح جاك وبيسلمه العربية وعليها الخزنة وبياخد كارين، لكن قبل ما يمشي بيلاقي نفسه اتحاصر بعربيات إدوارد وقال له إن مش هسيبك تمشي بعد ما سرقتني ولازم تموت. لكن بيكون جاك عامل حسابه وبيفجر العربية وبيهرب بسرعة جوه مستشفى، وبيفضل يهرب هو وكارين على السلالم. وفي طريقهم للسطح وبيظهر واحد من رجالة جاك وبيقتل 4 من رجالة إدوارد، وبيتبقى سيمون اللي فضل مكمل وراهم لحد ما جاك خلصت الذخيرة بتاعته، فاتدخل واحد من رجالته وأنقذه. وبيروح جاك وبيفضلوا يضربوا بعض لحد ما كارين بتقدر إنها تضرب سيمون بالنار، وبيطلعوا بسرعة للسطح. لكن بيكون في طيارة هليكوبتر مستنياهم، لكن في اللحظة الأخيرة بيظهر إدوارد مع 2 من رجالته. لكن في اللحظة دي بيعمل جاك إيده على شكل مسدس، وبتكون دي الإشارة للوجن إنها تقتلهم، وبتضربهم بالقناصة هما ال3 وبيموتوا. وبتكون خطة جاك أساسا إنه يخلي إدوارد يطلع وراهم فوق السطح، وبعدها بيروح جاك يودعها ويديها ظرف وبيقول لها إن ده نصيبك من الماس الأبيض، وبتركب الطيارة وتمشي. لكن وهي في الطيارة وبتشوف الظرف اتفاجئت إنه الماس الأحمر، وده معناه إن جاك ما فجرش الماس الأحمر، وإن الخزنة اللي كانت على العربية مزيفة، وإنه معاه باقي المجوهرات ب500 مليار دولار، وإنه بس اداها قطعة واحدة ب5 مليون. وبيرجع جاك لجينا وبيعتذر لها وبيطلب منها فرصة تانية، وقالت له إنه لو بعد أسابيع حياته بقت مستقرة من غير ضرب نار ساعتها هتوافق يعزمها على العشاء. وبيكون جاك بيلعب هوكي على البحر، وبتتصل بيه كارين وبتحاول تعتذر له عن كل اللي عملته وإنها عاوزاهم يرجعوا لبعض، لكنه بيحط التليفون في الرمل وبيقول للوجن ده رقم غريب. وكده يكون خلص فيلمنا، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تزورنا في القناة تلاقي ملخصات كتير هتعجبك. ولو في فيلم عاوزنا نلخصه اكتبه تحت في التعليقات. ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. سلام.